طيب كلامي اللي فات دوت كان للامهات والاهالي. كلامي اللي جاي ده بقى للبنات اللي عايزه تاخد الخطوه. اولا ادعي ربنا كتير قوي 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 ان هو يكتبها لك باذن الله ويثبتك عليها، عشان الثبات عليها هو اللي اصعب حرفيا. تمام. فادعي ربنا ان هو يثبتك على الخطوه، وادعي ربنا ان هو يكتبها لك، وادعي ربنا ينور بصيرة أهلك كده ويهديهم عليكي. تمام. وتوكلي على الله خديها. يعني أنا من أنصار إنه تتوكلي على الله وتاخدي الخطوة حتى لو هم مش موافقين. عادي، انت مش بتعملي حاجة حرام. يعني انت مش بتعملي حاجة حرام، سواء نقاب أو خمار. خدي الخطوة والله العظيم. بس عشان يبقى كلامي واضح، لو انت لسه صغنونة، يعني مثلا في رينج الاعدادي ثانوي، فلا استني شوية. صلي استخارة كتير، ادعي ربنا كتير، ولما تلاقي ان قلبك خلاص ميال قوي للموضوع وان انت عايزه تاخدي خطوه خديها. لكن لو انت لسه صغيره، عشان ما تاخديهوش وتقلعيه، خدي الخطوه